نازلين تحت. بص البحيرة جميلة 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 جميلة. طبعا بدل ما تمشوا اوفر حاجة واسهل حاجة بالتاكسي. عشان تركبوا القدافات دوت او المراكب ديت لازم تروحوا تلبسوا جاكيت حماية، عشان لو لا قدر الله حد وقع في المية بيبقى بيحميك ضد الغرق. لما تاخدوا قداف زي كده في عندكم بتاخدوا بأربع أشخاص أو شخصين أو شخص أو مجموعة مع بعض. أنا في طريق الرجوع دلوقتي بعد ما كان الجو شمس للأسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ما كان الجو شمس يا جماعة بقى حصلت أمطار، بس الحمد لله لحقنا نستمتع هناك، والجو بصراحة 10/10. بصوا يا جماعة وصلنا كورساي. دي طبعا هنا بيبقى موقف العربيات. طبعا عشان ننزل كورساي تحت في عندكم حاجتين اختيارين، يا اما تنزلوا مشي ودي بتاخد حوالي 15 دقيقة ل 20 دقيقة، او ان انتوا تاخدوا تاكسي يوديكوا لحد تحت. ده تكلفة التاكسي بيبقى 500 جنيه يعني $1. وطبعا في هنا حبة حاجات. من هنا كده يا جماعة بتاخدوا العربية ديت بتوصلكوا لتحت بتكلفة الشخص الواحد 500 جنيه. احنا نازلين دلوقتي كده تحت، نازلين تحت. بص البحيرة جميلة 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 جميلة. طبعا بدل ما تمشوا اوفر حاجة واسهل حاجة بالتاكسي. بص المنظر، يعني بحيرة كورساي واحدة من أجمل البحيرات اللي موجودة في كازاخستان. بصوا يا جماعة أول ما بتنزلوا من هنا، طبعا سواء هتنزلوها مشي أو تنزلوها بالعربيات، أول ما بتنزلوا هنا طبعا لو أنتوا عاوزين تاخدوا موضوع الحصانة تركبوا حصانة من هنا، دي كلها تقدروا تركبوا حصانة. وطبعا في هايكنج كتير، مكان كبير جدا وفي أماكن كتير، ودي البحيرة. خليني بقى اوريكم يا جماعه البحيره كورساي، واحده من اجمل البحيرات في مدينه كازاخستان. خليني اوريكم الدنيا هنا عامله ازاي. البحيره جميله بصراحه. خليني اوريكم. بصوا طبعا انتوا تقدروا تطلعوا على السلالم، تنزلوا على السلالم دي او تطلعوا عليها ايا كان، بس انا بحب امشي على الارض. خليني اوريكم كورساي ليك يا جماعه جميله. خليني اوريكم الدنيا هنا عامله ازاي. بصوا كده طبعا زحمه، مكان جميل، الجو تحفه بصراحه، الجو جميل جدا. بصوا كده انا بحاول ان انا اوريكم الاجواء عامله ازاي هنا. بصوا الجو، بصوا الجمال، بصوا البحيره عامله ازاي. في ناس نازله هنا وفي تقدروا تاخدوا مراكب من هنا. بصوا الجو جميل. بصوا كده هنا كمان في كافيه هنا مطل على طول على بحيرة كورساي. بصوا تقدروا تقعدوا هنا في الكافيه دوت، الاطلالة بتاعته حلوة جدا على البحيرة نفسها، جميلة جميلة جميلة. خليني بقى اوريكم الدنيا يا جماعة عاملة ازاي، وخلينا اخدكم للاجواء كلها. سوري خلينا اخدكم للاجواء كده واوريكم البحيره جميله قوي. يعني في طبعا احلى حاجه في البحيره هنا تركبوا اللي هو المراكب في البحيره. خليني اوريكم ايه اسعارها وايه الدنيا. بس بصوا الجمال، دي واحده من اجمل البحيرات اللي موجوده في كازاخستان. وفي على فكره في حاجتين، في طريق من هنا كده وفي طريق من الناحيه الثانيه. يعني انتوا ممكن تمشوا، شايفين الناس هنا، ممكن تمشوا على اي طريق انتوا عاوزينه. خليني اخدكم واوريكم الاجواء. بصوا بقى يا جماعه، بصوا الاجواء، يعني حاجه جميله جميله جميله. بصوا كده طبعا هنا في كميه تصوير وناس بتصور كتير قوي وحاجات كتيره. فخليني بقى اخدكم على الاجواء دي كلها عامله ازاي. المكان جميل، والبحيره بصراحه بسم الله ما شاء الله حاجه ممتازه.
Извините, пожалуйста. بصوا البحيرة، بصوا الماء بتاع البحيرة. واحد نازل اهو معرفش بيصطاد ولا بيعمل ايه. بصوا كده، ده شكله بيصطاد حاجة. بيصطاد اهو، بيصطاد يا جمال اهو. بصوا كده الأجواء جميلة. طبعا هتلاقي هنا المكان طبعا سياحي من الدرجة الأولى. هتلاقي فيه جنسيات كتيرة جدا، هتلاقي فيه جنسيات كتيرة جدا هنا. قولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. طبعا بص الجمال بتاع لسه هوريكم الدنيا هنا. دي اجمل بحيرة في كازاخستان، فخليني اوريكم الدنيا. بس طبعا وانتوا طالعين وانتوا نازلين السلالم ديت لازم تكونوا حذرين جدا. بحاول اوريكم الاجواء بصراحة. بصوا شكل المايه يا جماعة صافي. بصوا شكل المايه يا جماعة عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة. الناس اللي بتحب تصطاد سمك، هنا في سمك كتير، بس اللي يصطاد بقى. بصوا الجمال، حاجة جميلة جميلة جميلة. هتلاقوا هنا طبعا كل يوم في جنسيات كتيرة، وفي ناس جنسيات كتيرة بتيجي هنا. وخلينا اوريكم الدنيا عاملة ازاي. طبعا الطريق هنا بيبقى زي ما انتم شايفين طالع ونازل، وللاتنين سواء اللي رايح او اللي جاي. انا بحاول اوريكم الدنيا من هنا. بص الزحمه، زحمه كتير. اهم حاجه خلوا بالكم وانتم نازلين عشان متعبين. بصوا يا جماعه، انا بحاول اوريكم الدنيا. طبعا في ناس كتيرة هتلاقيها زي ما انتم شايفين. اسفنيتي سوري. بصوا بحاول اوريكم. طبعا بصوا خلي بالكم من السلالم في الطلوع او في النزول، يعني ممكن تقعوا، السلالم مش مظبوطة، مش مظبوطة زي ما انتم شايفين. المكان جميل جدا ويستحق. دي واحدة من أجمل البحيرات اللي موجودة في كازاخستان بصفة عامة. بس طبعا حتة الطلوع أو النزول هي متعبة شوية، وفي نفس الوقت لازم تكونوا حذرين في الطلوع أو في النزول. بصوا شفتوا، لسه بقول لكم خلي بالكم وانتوا طالعين أو انتوا نازلين. بس الأجواء جميلة جدا. بحيرة كورساي أجمل واحدة من أجمل البحيرات في كازاخستان. طبعا بالنسبة للناس الكبيرة يا جماعة بيبقى متعب شوية، حتى للشباب برضه متعب. فيعني انتوا لازم تيجوا تشوفوا الأجواء بنفسكم. بصوا الجمال. بحاول أوريكم الدنيا عاملة ازاي. الطريق زي ما انتوا شايفين يا جماعة طالع ونازل، فخلي بالكم. بس بصراحة تستحق ان انتوا تيجوا تزوروا المكان ده. المكان جميل جدا، تستحقوا ان انتوا تزوروا مكان زي كده. طبعا زي ما انتم شايفين الناس كلها بتتصور في كل الاماكن. الاجواء جميله، الدنيا حلوه، والاجمل طبعا هنا منظر جبال مع البحيره. الماء بتاعت البحيره خضار بسم الله ما شاء الله. تحس انها لونها اخضر مع ازرق، تحس اللونين مع بعض. وفي نفس الوقت المنظر الجبال فيها بصراحة جميل جدا. فيعني حاجة ممتازة.
حاجة ممتازة بصراحة. في اخواتنا من السعودية اهو ماشيين قدامنا، اخواتنا من المملكة العربية السعودية. وهتلاقي في كتير يا جماعة هنا من أجانب كتير من دول مختلفة، سواء من الدول العربية أو من دول تانية، فهتلاقي كتير. بس بصوا يا جماعة الطريق عامل ازاي، كله معمول بالأشجار. بصوا يا جماعة هنا كده في نزلة البحيرة، بتقدروا بقى تقدروا تاكلوا هنا في مطاعم. في حاجات زي المطاعم هنا بسيطة، وفي فوق بصوا كده في فوق. بس خلي بالكم من انتوا نازلين، في اماكن كتير جلسات هنا، وفي اماكن كتير للجلسات. بصوا الجمال هنا، تقدروا تحجزوا اهو. بصوا تقدروا هنا تقعدوا، مكان جميل جدا. في اكتر من كذا مطعم او كافيه زي ما انتم شايفين. دي كلها بقى كلها عشان لو تقدروا تنزلوا تشتروا حاجه، تاكلوا حاجه. بصوا دي كلها مطاعم. بصوا هنا، ده هنا ايس كريم، حلويات، حاجات كتيرة هنا. في جلسات هنا. بص الجمال ده هنا، تقعد تذاكر. بص التذاكر هنا سواء مركبة أو بلاد التجديف أو المركبة. خليني أوريها لكم بعدين. السلام عليكم. رحمت السلام. جمال هنا تقدروا تصوروا 360 على النهر، بحيرة تحفة التصوير هنا. هبقى اوريكم الاسعار دلوقتي. انا هاخد بس استراحه، اقعد اكل في المكان الجميل دوت. بصوا المكان على النهر، تقعدوا بقى تاكلوا كده وتشوفوا النهر ده كله او البحيره كل سنه. بصوا الجمال. بصوا يا جماعه، بتيجوا طبعا من هنا كده من فوق، تنزلوا على السلالم من هنا. طبعا لو عايزين تأجروا القارب دوت، البدلات او القارب التجديف، بتنزلوا من هنا زي ما انتم شايفين. طبعا دي كمية ما شاء الله. طبعا دي من احلى حاجة تعملها في بحيرة قلصاي، حاجة جميلة يعني ما شاء الله. بصوا بقى هنا الدنيا جميلة جميلة جميلة. بصوا يعني حاجة ممتازة. دوت كده من هنا كده، ده بيبقى فيه تصوير. بص كده اللي عاوز يصور الجزء اللي هنا مع علم كازاخستان، ومن هنا ده المرسى بتاع المراكب، فحاجة جميلة التجديف دوت. بصوا يا جماعة من هنا كده ده شباك التذاكر. من هنا ديت التجديف سواء 40 دقيقة أو ساعة. دي الأسعار بتاعتها هنا. وطبعا البدلات هنا برضو سواء 40 دقيقة أو ساعة. ال 40 دقيقة بتعمل 10,000 تنجيل الاثنين، والساعة بتعمل 15,000 تنجيل سواء 4 أشخاص أو 5 أشخاص. طبعا من هنا كده وانتوا نازلين بقى تنزلوا على المرسى من تحت. Извините, пожалуйста. I'm sorry, извините, пожалуйста. السلام عليكم. بصوا كده من المرسى من هنا. بصوا ده المرسى بتاع البدلات وكل حاجة. بصوا كده المرسى حاجة جميلة أوي أوي أوي. دي بتنزلوا زي ما في عندكم 40 دقيقة وفي ساعة، حاجة جميلة جدا. بصوا يا جماعة، عشان تركبوا الأدفات دوت أو المراكب ديت لازم تروحوا تلبسوا جاكيت حماية، عشان لو لا قدر الله حد وقع في المية بيبقى بيحميك ضد الغرق. فدوت الجاكيت زي ما انتم شايفين كده. بعد ما تلبسوا الجاكيت دوت اللي بحاول ان انا اوريه لكم، بتروحوا على المراكب. بعد ما تقطعوا تذكرة بتبقى تكلفتها 10,000 تنجيلة وانتوا 4 اشخاص. بصوا يا جماعة، لما تاخدوا أداف زي كده في عندكم بتاخدوا ب4 أشخاص أو شخصين أو شخص أو مجموعة مع بعض. طبعا الموضوع صعب جدا زي ما انتم شايفين، مجهد، واحنا عاوزين نروح لحد هناك كده ونرجع تاني. معرفش ازاي هروح، بس ادعوا لي. واحلى بحيرة قلصاي
بصوا يا جماعة، الحمد لله خلصت رحلة كورساي. أنا في طريق الرجوع دلوقتي. بعد ما كان الجو شمس، للأسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ما كان الجو شمس يا جماعة بقى حصلت أمطار، بس الحمد لله لحقنا نستمتع هناك، والجو بصراحة 10/10. البحيرة دي واحدة من أجمل البحيرات في كازاخستان، فلسه إن شاء الله بإذن الله هوريكم تغطية كمان في حلقة تانية عن بحيرة كايندي، وهي برضو واحدة من أجمل البحيرات في كازاخستان.